السلام عليكم وعودة كأس الأمم الأفريقية. الماما أفريقيا بتطل علينا من جديد، ودور ال16 دور الرعب، دور الإثارة. بعد ما شفنا دور مجموعات عظيم وممتلئ بالإثارة، والحقيقة إن المغرب بتقدم نموذج ونسخة فريدة ومتميزة من كل نسخ أفريقيا اللي اتنظمت. المغرب بتدي دروس في التنظيم، جمهور المغرب بيدي دروس في حب ومتعة وعشق كرة القدم الأفريقية. والحقيقة أنا النهاردة بصنف البطولة دي إنها أقوى نسخة من بطولة أفريقيا. خلصنا بقى من دور المجموعات وهنخش على مرحلة الإقصاء. الإقصاء اللي هو هقابلك تقابلني، نطحن في بعض وندشدش بعض، ويانا يا انت ويانا يا السفارة في قلب العمر. مفيش أي قابلية إن الموضوع يخرج فريندلي، يانا يا انت مكملين وعلى جثتي وجثة شامبو. والحقيقة لما تيجي تفلس كده وتشوف مواجهات دور ال16 في الكان، هتستنتج ان انت على موعد مع دور ربع نهائي تاريخي وعظيم وشرس. فوالله وان كان دور ال16 مش كل الماتشات اللي هي يعني في القوي منه، ولكن احنا على موعد مع دور 8 في الشرس منه، في الشديد منه. لان لما تيجي تبص على الماتشات هتلاقي يعني والله ماتشين 3 جامدين والباقي في اللي هم في النص لبه. يعني عدي دور تتكلم على بعض الفرق اللي صعدة ب3 نقط وما كسبتش خالص، 3 تعادلات زي المنتخب السوداني الشقيق، وبتتكلم عن فرقة صعدة بنقطتين زي تنزانيا. تنزانيا والله وان لم يكن ان هو منتخب مش وضيع يعني، ومنتخب بيلعب كرة متطورة وعنده بعض العناصر كويسين على فكرة، واتفرجت عليهم في ماتش نيجيريا، ولكن تنزانيا صعدة بنقطتين. انت مدرك؟ فمش كل الماتشات هتلاقيها جامده، هتلاقي حاجات نص لبه يعني. عديها. طيب الخبر اللي انا جاي ازفه لك بقى وكل الاحداث وكل المواثيق وكل الاخباريات اللي جات لي قبل ما اعمل لحضرتك الفيديو ده، ان انا جاي اقول لك الثمانيه بالفعل، الثمانيه اللي تاهلوا لدور ربع النهائي لبطوله افريقيا. واحد يقول لي انت بخاوي يا عم، ولا انت مصاحب حد مغربي قريب الشيخ خديجه ولا حاجه؟ اقول لك لا والله، بس انا جات لي الاخبار وما تقطعش وما تراجعش ورايا. الماتش اللي هقول لك ده هيتاهل، الماتش اللي هقول لك ده فيه اكسترا تايم وده هيتاهل، خد مني وما تقطعش ورايا، ويلا بينا نخش على ماتشاتنا الحلوه الجميله اللذيذه عشان ننهي ونخلص وما اطولش عليكم. الماتش الاول السنغال هتلاعب السودان، والماتش ده هينطلق بعد دقائق من الفيديو ده. السنغال المصنف 19 على العالم هتصطدم بقى، مش هتصطدم في المنتخب السوداني الشقيق المتطور اللي تصنيفه بقى 118 عالميا. واحد يقول لي يعني هناك تفاوت في السرعات سيد الرئيس، في مشكله، في فجوه بين المنتخبين. اقول لك والله يا فندم، المنتخب السوداني موعود بالمنتخب السنغالي، وقابله في تصفيات كاس عالم طلع له كده منتخب السنغال مش عارف طلع له منين، وقابله واصطدم فيه بعد ما كانت السودان بتقدم تصفيات كاس عالم عظيمه الحقيقه، وكانت وصلت ل 10 نقط وتصدرت المجموعه ولا 12 نقطه تقريبا، وقلنا السودان قادم لامريكا، وقلنا حاجات كتير قوي، لكن تعثر المنتخب السوداني في اخر جولتين 3، وكان ده مربط الفرس زي ما بيقولوا. فالسنغال بتطلع للسودانيين في الاحلام، والحقيقه ده ما حصلش للسودان بس، ده كان حصل لنا برضو، عشان ما حصل لنا في 2022 لما قابلونا في كل حاجه في اي حاجه وكسبونا في كل حاجه في اي حاجه. فده اللي بيحصل النهارده للسودان، وبقول لهم قلبي معاكم يا حبايب قلبي، وربنا يا رب يبعدكم عن كل شرير وظالم. مفيش شك ان السنغال فرصها واحتماليه انها تفوز وتتاهل اكتر بكتير من السودان، ولكن اتعشى ان المنتخب السوداني يقدم لنا مطحنه قدام السنغال، وعايز اشوف لعيبه السودان بتقدم نفسها وبتقدم المنتخب ده للعالم كله. والله السودان تستاهل انها تكون في حته احسن من كده بكتير، وكلنا شايفين وعارفين الوضع في السودان عامل ازاي دلوقتي. اتمنى التوفيق للمنتخب السوداني ولو كانت توقعات غير التمني. ففي اللقاء ده للاسف انا بتوقع ان السنغال هتوصل على حساب السودان. الماتش الثاني تونس ومالي. يا جماعه بقى
تحس ان هم واخدين بعض عن حب، يعني تحس ان هم او راضيين على بعض، يعني ما بيفوتوش مناسبه بينهم الا لما بيسيبوا لبعض ذكرى. يعني عارف انت الجو ده، يعني والله القابل ده يا جماعه من 2019 لحد النهارده هم بيقابلوا بعض او بيقعدوا مع بعض، يعني سميها زي ما انت عايز تسميها. 2019 قابلوا بعض بقى وتعادلوا 1-1 وكانت مباراه كده فريندلي، يعني اللي هو ايه ما حدش هيكسب. 2022 بقى اتقابلوا 3 مرات، يعني 3 مرات اتقابلوا. اتقابلوا مره في كاس افريقيا ومالي كسبت 1-0، وطبعا ده الماتش الشهير جدا بتاع الحكم اياه لما نهى الماتش في الدقيقه 85، ويا عيني على ماما افريقيا من عصام الشوالي. والمواجهتين التانيين بقى كانوا في تصفيات كاس عالم، وتونس كسبت مره 1-0 وتعادلوا مره 0-0، واخيرا بقى قابلوا بعض في 2024 وبرضه اتعادلوا بس 1-1. فاللي انا عايز اقوله بقى واضيفه على الكلام ده والنتائج دي، ان برضو حالة المنتخبين على ارض الواقع مقاربة جدا، مستوى المنتخبين مقارب جدا ما بينهم وبين بعض. والنهارده لو نزلت سألت حوالي 20 واحد مش من جمهور الدولتين وقلت له ترشح مين من تونس ومالي، والله هتلاقي تفاوت كبير جدا بين ال 20 واحد، وهتلاقي مثلا ممكن تلاقي 10 بيقولوا لك مالي و10 تانيين بيقولوا لك تونس. فالماتش ده ايكوال بنسبه كبيره قوي قوي قوي، كفه الاثنين متساويه بنسبه كبيره جدا. ولكن انا بشوف ان الماتش ده هيروح لوقت اضافي، هيروح لاكسترا تايم، وان شاء الله باذن الله شايف وحاسس ان تونس هتعملها بقى ضربات جزاء، هتعملها بجول في الاكسترا تايم، الله تعالى اعلى واعلى. ولكن انا برشح تونس للمرور من مواجهه مالي. نخش بقى على المباراة الثالثة، ويا حبيبتي يا مصر يا أم الدنيا، مصر وبنين. ولا تقول لي بقى بنين بقى ولا بتاع بقى، احنا مصنفين ال 34 على العالم وجايبين لي بنين المصنفة 92 على العالم. ايه يا جدعان؟ ده قلة أدب وتهزيء والله العظيم، مش كده. ده احنا معانا العميد يا جدعان. أصل أنا بقى عارف بقى الناس هتقول لك بقى يعني أنت النهارده بتقابل بنين في المغرب وفي دور ال 16 واقول لك بقى على حاجة، أنت عارف إن المغرب في 2019 لما كانت البطولة على أرضك كانت بتقابل بنين في دور ال 16 وكله كان بيقول ان المغرب هتكسب وهوب بنين خرجتها. اقول لك لا يا حبيبي مفيش الكلام ده، مفيش منه، مش هيحصل. لان مع العميد ورجالته لا تقول لي بقى بنين ولا بنات، احنا يابا بالصلاه على النبي متاهلين لدور الثمانيه. اسمع مني، ما تبقاش بنين بتاخد من السنغال 3 وتروح هنا تاخد 2 ومش عارف ايه واحنا تيجي على ارمط وتبرك. لا ان شاء الله باذن الله 2-0 لمصر. شريطه ان الرجاله دي ما تتاخرش في التسجيل، لازم ان احنا نبتدي مهاجمين الماتش ده، وكابتن حسام يعدل بقى الاوتار بتاعت اخر ماتشين خالص، وننزل ضاغطين ونحط الاول ونحط الثاني عشان نطمن والماتش يبقى سهل علينا وما نصعبش الدنيا على نفسنا. ان شاء الله 2-0 لمصر في دور الثمانيه. نخش بقى على كوت ديفوار وبوركينا فاسو. كوت ديفوار المصنفه 42 على العالم بتقابل بوركينا فاسو المصنفه 62 على العالم، ويا للقاء القوي الشرس السريع. والحقيقه ان مفيش ماتشات اذكرها لك في الفتره الاخيره عشان نقيم على اساسها مواجهات المنتخبين اللي اتقابلوا مرتين في 2022. فازت كوت ديفوار مره 2-1 وفازت بوركينا فاسو مره 2-1 برضه. ولكن لما تيجي تبص على اداء الفرقتين في البطوله كده في المجمل تحس ان كوت ديفوار اعلى سيكه في العالي منه شويه. ولكن الماتشات اللي زي دي يا جماعه الماتشات الاقصائيه ما فيهاش كعب عالي وكعب داير والكلام ده، خصوصا لو الكواليتي بتاع الفرقتين قريب جدا من بعض. الماتشات اللي زي دي بتتلعب على تفاصيل وجزئيات بسيطه. فانا بشوف ان كوت ديفوار هتتاهل طبعا، وحجزت مكانها في دور الثمانيه. وصلت الاخبار كوت ديفوار. ندخل على الماتش الخامس، جنوب افريقيا والكاميرون. اوبا بقى دخلنا في هو ده الكلام ده، يعني هو ده الكلام. اديني بقى في الماتشات اللي هي في الجامد منه بقى. وخد بالك ده تاني اقوى ماتش في دور ال 16. وانا مالي حاسس ان انا عملت زي يعني قلبت مدحت شلبي ليه كده يا سيدي. انت بتتكلم على جنوب افريقيا المصنف 61 على العالم اللي بيقابل الكاميرون المصنف 57 على العالم. اوبا بقى ماتش في المتقارب منه. مدرسه بتلعب كوره حديثه وكوره متطوره على الارض بشكل خرافي. كلنا شفنا جنوب افريقيا قدام مصر كانوا بيلعبوا فيفا ولا ايه دول؟ كانوا بيلعبوا في منطقه الجزاء عندنا تيكا تاكا وهوبا وبتاع ودور الكوره. هو يمكن يؤخذ عليهم ان هم الفينش عندهم مش احسن حاجه، ولكن الناس دي بتلعب كوره حديثه كوره متطوره، بيلعبوش كده كوره عبث. ما عندهمش عبث في اللعب، لا عندهم نظام وعندهم بيلد اب بشكل عالي قوي في طريقتهم. الكاميرون بقى الناحيه الثانيه، انت بتتكلم على منتخب صاحب شخصيه في افريقيا، بتتكلم على منتخب عريق في افريقيا، ارقامه واخد البطوله دي 5 مرات
فانت بتلعب مع فريق ليه قيمه وليه تقل ليه ثقل، لعيبه عندها شخصيه في الملعب. برضه كاميرون يعني لا يستهان بيها، عندها نجوم في منتخبها على راسهم من بومبو لاعب مانشستر يونايتد. فاحنا على موعد بقى مع ماتش حماسي ومثير جدا جدا، وانا بشوف برضه ان الماتش ده فيه وقت اضافي، ولكن جنوب افريقيا هتحسمها وهتبقى مفاجاه ليه؟ لان الكاميرون ليها تاريخ وشخصيه في البطوله دي. زي ما بقول جنوب افريقيا هتتاهل من المواجهه دي. وندخل يا سيدي على المواجهه اللي بعدها، المغرب وتنزانيا. يا سنه بيضه يا جدعان، يا ليله طين يا تنزانيا، ده انت هيتحط عليك يا تنزانيا. المغرب يا جماعه المصنف 11 على العالم، 11 على العالم، وكانت 10 الشهر اللي فات، يعني حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. بتقابل مين بقى؟ بتقابل تنزانيا المصنف ال 112 على العالم، يعني في فرق 100. انت بتتكلم في 101 مركز في الترتيب. والحقيقه انا مش عارف التنزانيين شعورهم ايه اما قابلوا المغرب. حامل ايه؟ حامل النجوم، حامل الكواليتي، حامل الارض والجمهور، حامل كل حاجه. المغرب داخله اللقاء ومرشحه على جميع الاصعده وجميع النواحي وجميع كل شيء، مع انه والله منتخب تنزانيا انا اتفرجت عليه منتخب زي ما بقول مش وحش، منتخب مش ضعيف، منتخب بيلعب كرة على الارض بشكل متطور. فوالله ممكن تنزانيا تبقى فخ للمغرب. اقول لك لا، مش للدرجات دي، ما تبقاش مجنون، المغرب هتتاهل يعني عادي جدا. وخليني اقول لك بعض بقى من سجل مواجهات الفرقتين. فالمغرب قابلت تنزانيا في 23 و24 و25 وخدوا 2 وخدوا 3 وخدوا 2 تاني، وحاجه اخر قله ادب وصياعه. نخش بقى على اللقاء الاعنف والاشرس في دور ال 16 من كاس افريقيا. الجزائر هتقابل الكونغو الديمقراطيه. الجزائر اللي بتقدم مستويات جباره في البطوله، المصنف ال 35 عالميا، هيقابل ايه بقى؟ هيقابل المنتخب الصلب، المنتخب الشرس، المنتخب الحصان الاسود في البطوله لحد دلوقتي من وجهه نظري. الكونغو المصنفه 56 على العالم هتضرب موعد شرس وقوي وشديد وعنيف مع المنتخب الجزائري في دور ال 16. مواجهه تحس انها هربانه من نص النهائي. تقول لي ايه ده؟ الكونغو تستاهل انها تروح نص النهائي؟ اقول لك اه والله، منتخب جامد، منتخب عنده عناصر قويه جدا جدا جدا، قويه على مستوى الكواليتي وعلى مستوى الاسماء الرنانه في افريقيا وفي العالم، سواء مثلا مايلي او وامبيساكا او المدرب بتاعهم سباستيان دي صبر، مدرب محنك افريقيا، مش اول بطوله يلعبها معاهم، شفناهم وهم بيخرجوا مصر البطوله اللي فاتت. ماتش صعب جدا على الجزائر، وانا بشوف برضو ان الماتش ده في اوقات اضافيه، سواء بقى يتحسم بركلات جزاء، يتحسم بهدف في الاكسترا تايم، ولكن هيروح ل 120 دقيقه ان شاء الله باذن الله. اتوقع واتمنى ان الجزائر هتتاهل من الماتش ده لدور الثمانيه. واخر لقاء معانا نيجيريا، ويا حبيبتي يا نيجيريا هتلاعب موزمبيق. وحابب اقول لك ان المنتخب الموزمبيقي سيزنبق زنبوقا كبيرا في هذا اللقاء. والله هيفضلوا يتزنبقوا لحد ما يبان لهم صحاب. نيجيريا يا جماعه، وجمال نيجيريا وحلاوه نيجيريا واسماء نيجيريا الرنانه، وعلى راسهم ادميولا لوكمان، وعلى راسهم فيكتور اوسومين، وعلى راسهم اليكس ايوبي، وعلى راسهم عد زي ما انت عايز تعد. نيجيريا بتقدم عظمه في البطوله دي، يمكن احلى منتخب واكتر منتخب متعني في دور المجموعات هو نيجيريا والجزائر، عشان بس ما اظلمش اخواتنا الجزائريين. ف تقريبا ده اسهل ماتش في دور ال 16. خد اهداف كتير زي ما تعد وتزنبقى يا موزمبيق. نيجيريا في دور الثمانيه، وهم دول الثمان منتخبات اللي هيتاهلوا لدور الثمانيه. لو انت مستني تلاقي منتخبات ثانيه فلا، انا جات لي الاخبار خلاص يا بيه. لو انت بقى يا صديقي شايف او حاسس ان انا كلامي مش جاي معاك سكه، او الاخبار اللي انا جايبها مش مؤكده، اكتب لي في التعليقات انت شايف مين هيتاهل لدور الثمانيه، او مين من التوقعات عكس اللي انا قلتها وهتخلف. ونتقابل في توقعاتنا لدور الثمانيه نص النهائي، وهقول لك انا جبت كام من 8 في ال8 ماتشات. صديقي العزيز، لو وصلت لحد هنا مش فاضل غير حاجه واحده بس، لايك للفيديو واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد اول باول، ودعما لاخوك عشان يستمر في تقديم المحتوى. اشكرك مره ثانيه، شكرا جزيلا. السلام عليكم.